السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كنتمنىكم اخواتي كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في اتم الصحة والعافية يا رب. كنرحب بجميع الاخوات اللي غيشاهدوا القناة ديالي لاول مرة، واكيد ما نساوش كنرحب بالاخوات اللي منضمين معايا في القناة، يعني اللي مشاركين معايا. كنقول لكم اخواتي كاملين مرحبا بكم والف مرحبا. اقتراحي لكم غنحضر معكم اسهل دوازاتي او حلوى لشرب الشاي اللي كتجي سهله سريعه اقتصاديه بمكونات اللي متوفر عندك في المطبخ دغيا كتوجد. يعني الوقيته اللي غادا تحضري فيها اتاي وجديها وها هي واجده معاك صراحه للكوتي حتى وليدات المدرسه، يعني ديوها معاهم. يعني احسن اي حاجه وجديها في الدار احسن ما تشري لهم من الزنقه، يعني تفادي للصحه ديالهم. كيف ما كتشوف معايا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي صراحه مجعبه، كتجي معلكه من الداخل وحتى مشقه. يعني ما نكثرش عليكم الهضره بزاف، نبداو على بركه الله في المكونات وفي نفس الوقت مع طريقه التحضير ديالها. في هذا الاناء هذا غادا نحتاج 2 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادا نضيف كأس الا ربع او نصف كأس من السكر سنيده، يعني اللي تبغي تنقص من الحلاوه دير غير نصف كاس. وعندي هنا رشه الملح لتحسين الذوق، وعندي هنا قشور ديال الحامضه او لا ليمونه اللي عندكم، او لا حتى تنكوهم بالفاني، لكم الاختيار في المتوفر عندكم. بعد ما حكيت هاد الحامضه هادي صافي غادا نطرب مزيان كل من السكر وسنيده والبيض حتى يتغير لي اللون ديالهم. يعني اخواتي في هذه المرحله يمكن لكم انكم يعني تطحنوا في الخلاط الكهربائي، الا ما بغيتوش تحركوا هكا بالطراب اليدوي. صافي نطرب مزيان تقريبا واحد 2 دقائق حتى يتغير اللون ديال البيض كيف ما كتشوفوا كيما البيوضه. دابا غادا نضيف كاس مملوء جيدا زيت نباتيه، دائما القياس بكاس العنبه. وهنا عندي 2 معالق كبار من المربى اللي كيكون هكا شويه خفيف يعني جاري، او لا تقدروا تعوضوهم بالعسل. انا صراحه ما كانش متوفر عندي العسل. العسل حتى هو كيعطيهم واحد التعليكه اللي رائعه من الداخل، وحتى اللون كتجيكم هكا لون محمر بعد ما كطيب هاد الغريبه اولا هاد الحلوه هادي. صافي غنخلط مزيان المكونات كامله على هاد الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي المكونات راهم بساط، يعني اكيد متوفرين في كل بيت. هنا ضفت اخواتي واحد ملعقه صغيره مملوءه جيدا عفوا ديال خميره الحلويات وزن 10 غرام. وهنا غادي نضيف الدقيق الفينو الابيض على هذا الشكل هذا، يعني ضفت 2 كيسان في الاول. نخلط مزيان هاد 2 كيسان هادو ندخلهم مزيان مع الخليط على هاد الشكل هذا. تقدروا اخوات ديروا الفينو العادي اللي عندكم او لا حتى السميد الرقيق، يعني السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه يمكن لكم حتى هي ديروها راه نفس النتيجه. هنا اخواتي غادي ندير ملعقه كبيره مملوءه ديال الكوك، يعني هو جوز الهند. هذا اختياري ولكن كيعطيه واحد اللذه وواحد التعليكه حتى هو من الداخل من الاحسن يكون نوعيه جيده. صافي غنحيد انا هاد الطراب اليدوي وغادا نستعين غير بهاد السطاشوله هادي، وغادا نضيف دقيق الفينو. تقريبا غادا نضيف نصف كاس اللي غتكتفي ليا هاد الحلوه هادي، يعني بقياس كاس العنبه غادا تاخذ من عندي 2 كيسان ونصف من الدقيق الفينو. وانا كنخلط ضروري خاص القوام يبقى شويه معلك، يعني كيبقى يلتصق في اليدين، ما تكونش مجموعه يعني بحال الحلوه اللي كنحضروا، ما تكونش منخوفه عاوتاني بزاف باش ما تسيحش ليكم في الفران. صافي هنا انا خليته هنايا بعد ما شعلت الفران يعني تقريبا واحد 5 دقائق. ودابا غنبدا نشكل فيها. خديت هذيك الزلافه فيها غير الماء، وهنا عندي جوز الهند هو اللي غنمررها فيه. يعني غادي ندهن يديا بالماء باش ما تلصقش العجين في يديا على هذا الشكل هذا. ونكورها كريات، راح درتهم انا شويه كبار تقدروا تصغروهم وغتخرج لكم كميه هي لي اكثر. صافي وغادي نمررهم في الكوك اللي هو جوز الهند.
يعني حتى اللي ما عندكمش اخواتي الكوك يمكن لكم انكم تفندوهم في السميده او حتى في الفينو، او يمكن لكم ديروا خلط ما بين فينو والكوك، او لا خلط ما بين كوك وسميده رقيقه، لكم الاختيار. صافي انا غنكمل كامل في التشكيل ديال الكريات. بعد ما شكلتهم صافي درت هنايا يعني حبات ديال اللوز او الكاوكاو، او لا حتى لا ما كانش ماشي بالضروره انكم ديروه، هذا كيبقى غير كتزيين فقط. صافي غندخل الفران اللي كيكون سخون مسبقا، شاعل من الفوق ومن التحت، يعني الفران كيكون سخون مزيان على اعلى درجه. ملي غندخلها غادا نقص عليها النار تقريبا ما بين 200 حتى 180 درجه، ونخليها طيب على خاطرها. ولكن ردوا معها البال، راه دغيا كطيب تقريبا مده 20 دقيقه، هي واجده معكم. صافي هنا اخواتي بعد ما طابت وتحمرت على هذا الشكل هذا، خرجتها من الفران. كتجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كتجي صراحه محمره كامل. كيف ما قلت لكم ردوا معها البال، لان الكوك دغيا كيتحمر يعني تحرق معاكم، غير ردوا معها البال. صافي كيف ما كتشوفوا اخواتي راه كتجي مشقه، يعني بصراحه بحال شكل غريبه، كتجي كامله مشقه مجعبه وفي نفس الوقت كتجي معلكه من الداخل بهذاك الاضافه اللي درنا ديال المربى، كيعطيها واحد التعليقه اللي رائعه. كنبين لكم مع القرب كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي. صراحه انا ما عرفتش في هذا المقطع هذا بين هذا غريبه بين بحال يعني بحال محمره بزاف، ولكن راه ما محمراش بزاف، ربما مع الاضاءه ما كايناش كثيره. يعني غادي تشوفوا معايا يعني مقطع اخر، يعني غادي تشوفوا يعني اللون ديالها راه كتجي مذهبه. كيف ما كتشوفوا يعني وهذا هو شكلها، يعني كتجي محمره صراحه. هذاك الكوك كيعطيها واحد اللون اللي مذهب صراحه، اللي جميله بزاف يعني وراقيه حتى في المنظر. وكيف ما شفتوا معي اخواتي في المكونات راكم دغيا توجدوها، وسهله وبسيطه. يعني ان شاء الله غير غتجربوها وراه غتنال اعجابكم. واكيد اخواتي ما تنسونيش، الله يجازيكم بخير الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه، هذا فضلا منكم وليس امرا. وحتى تعليق، يعني اي استفسار او حتى يعني الا عجبكم فيديو خلوا لي تعليق هكا باش نعرف ارائكم في الاقتراح اللي كنحضر معكم. صافي دابا هنا اخواتي غنوريكم يعني شكلها من الداخل كيفاش كتجي، غادي تشوفوا معايا. يعني كتجي معلكه وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. شوفوا معي كيف ما كنضغط عليها كتبان لكم هذيك التعليكه، صراحه رائعه. ان شاء الله غير جربوها وردوا عليا. ودابا نخليكم اخواتي مع تتمه الفيديو، وشكرا على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.